سلام على من مر صدفة فاستغفر فزادني حسنة وزادت حسناته. السلام عليكم أحلى وأغلى أخوات في الدنيا كلها. النهاردة هعمل معاكم الآيس كريم لتالت مرة على القناة. هنعمله بطريقة تحفة جدا جدا واقتصادي جدا، والأهم إن طعمه حكاية بجد، هتبطلي تشتريه من بره. وشوفي كمان الطريقتين لأن كل طريقة منهم مختلفة عن التانية. بس لو لازم تشجعينا كده وتحطي لايك، لان بجد القناة محتاجة دعمكم عشان تستمر وتكبر بيكم وليكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنسمي الله وهنحضر معانا الحليب. كمية الحليب حسب ما انت عايزة، حسب كمية الايس كريم اللي انت هتعمليها. بس انصحك نصيحة، لازم يكون الحليب بتاعك كامل الدسم، يعني يكون كده بخيره. يفضل ان هو يكون حليب كده سادة، بخيره يكون كده كامل الدسم علشان يديكي طعم غني اكتر وكريمي اكتر واكتر. مش هستخدم نشا خالص المرة دي، لا هستخدم معاكم كاسترد، ايوه بودرة الكاسترد. تقدري تستخدمي عبوة زي ما انا مستخدمة كده، وتقدري ان انت تستخدمي الاكياس زي ما تحبي، المتوفر والمتاح عندك. وهضيف كده هنا معلقتين من اللبن البودرة للحليب بتاعي. انا ضفت معلقتين من اللبن البودرة للحليب، وده اختياري، بس لو موجود عندك انصحك ان انت تضيفيه، لانه هيعزز الطعم اكتر وهيخليه كريمي اكتر واكتر وهيديكي نتيجة تحفة. كمان ضفت كده معلقتين من الكاسترد. وهبدأ ان انا اجيب المضرب اليدوي وادوبه كويس جدا جدا. لازم اتأكد ان الكاستر بتاعي داب كويس جدا جدا قبل ما ارفعه على النار، علشان ما يكونش معايا اي تكتلات. تمام كده اهو. انا بدوبه هنا واتأكدت ان هو داب. ضفت بقى كده هنا عسل ابيض، ايوه ضفت عسل ابيض، ما ضفت السكر. يعني انا عايزاه يبقى صحة اكتر، لكن لو مش موجود عسل ابيض تقدري ان انت تستبدليه بالسكر، وتضيفي معاه معلقه من عسل الجلوكوز علشان تمنعي التسكيره بتاعتك، او ان هو يكون سكر او كريستالات من التلج معاكي. خلاص كده. هاخد بقى الخليط بتاعي دلوقتي وهرفعه على النار. ماشي، وهفضل استمر كده في التقليب علشان يبقى القوام كريمي. هنا انا كنت بدوقه اشوفه محتاج سكر تاني ولا لا. لو محتاج سكر كنت هضيف له، مفيش مشكله. هرفعه بقى على النار وايدي فيه باستمرار كده. وضفت له كمان هنا معلقه كده من القشطة علشان يعزز الطعم ويديله قوام كريمي اكتر واكتر. خلاص، ايدي فيها على طول زي ما بقولك كده لحد لما غلى معايا والقوام معايا تقيل شوية. هوريهولكوا دلوقتي بالمعلقة. بصوا القوام كده بقى تحفة جدا. هطفي عليه النار بقى، وهنضيفه كده عندنا في بولة كده او حاجة علشان نسيبه يبرد تماما تماما، لان مش هينفع نشتغل فيه وهو سخن خالص. هفضيه بقى كده في بولة وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. انا فضيته في حاجة واسعة شوية علشان يبرد معايا بسرعة وما ياخدش معايا وقت خالص. طبعا في المرحلة دي ما ينفعش تحطيه في الفريزر على طول، لانه طبعا هيبوظ لك الفريزر. فانا هغطيه كده بستريتش راب او باي كيسه بلاستيك عندك، المهم ان انت تغطيه علشان ما يكونش قشره على الوش بتاع الايس كريم بتاعي. وبعد كده هحطه كده يبرد كويس جدا جدا، وبعد كده نشتغل فيه. المهم ان هو يبرد، انا مش عايزاه يتلج ولا اي حاجه خالص. خلاص كده الايس كريم بقى جاهز عندنا، هنسيبه يبرد وتعالوا بينا بقى نجهز الخطوه التانية. انا قررت اعمل كده جزء منه بالشوكليت، فجبت كده حوالي نص كوبايه من الحليب مش اكتر، وبرده يكون حليب كامل كامل الدسم، وممكن تستبدليه بميه مفيش مشكله خالص. وحطيته معلقتين من الكاكاو الخام الغير محلى. طبعا يفضل ان انت تستخدمي كاكاو يكون طعمه حلو علشان تاخدي ايس كريم طعمه حلو. خلاص كده. ويكون غامق عشان يديكي لون حلو، ما تستخدميش كميه كبيره. ضفت برضو كده معلقتين كبار مليانين من العسل الابيض. تقدري ان انت تستخدمي سكر برضو، مفيش مشكله خالص، وتضيفي له برضو معلقه من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز ده يا جماعه موجود عند اي محل بتاع خامات حلويات، رخيص جدا مش غالي ولا حاجه، بس ميزته ان هو بيمنع التسكر وهيمنع معاكي التجريشه، او ان الايس كريم بتاعك يبقى فيه كده كريستالات من التلج. انا شلت بقى المعلقه كده، وهضطر ان انا امسك المضرب اليدوي ادوبه كويس جدا جدا قبل ما ارفعه على النار. ممكن كمان تضيفي له معلقه من القشطه في المرحله دي علشان يبقى قوامه كده كريمي اكتر. خلاص كده داب معايا كويس جدا، مش هضيف بقى نشا ولا اي حاجه خالص، وهرفعه على النار زي ما هو، وهتلاقوا القوام تقل معانا وهيبقى 10 على 10. ممكن كمان تضيفي له شوكليت او شوكولاته لو انت الكاكاو بتاعك طعمه مش حلو.
فيستحسن ان انت تستخدمي كاكاو يكون طعمه حلو. انا ايدي فيه برضو كده علشان اتاكد ان كده كل حاجات دابت ويبقى القوام بتاعه كريمي كده اهو. بص خلي بالك هو هيغلي معاكي او هيفور معاكي، فخلي بالك علشان ما يغرقش الدنيا خالص ويغرق البوتاجاز بتاعك. بصوا القوام ابتدى يتقل معايا وبقى تمام. في المرحله دي هطفى عليه وهفضيه هو كمان كده في بوله وهسيبه يبرد خالص. وتعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. انا حطيته كده في بوله وهغطيه برضو كده بستريتش راب او كيسه بلاستيك المتوفر والمتاح عندك، وهسيبه بقى يبرد تماما. بصوا قوامه تحفه وطعمه حلو قوي يا جماعه. خلاص بقى جاهز عندنا اهو. هحط له برده كده استريتش راب وابدا اشوف انا هعمل ايه. لو حابه تستخدمي اي طعم تاني استخدمي، مفيش مشكله خالص. عايزه اقولك انا من نوع الايس كريم اللي بره الشوكليت ما مش ليا تقول عليه قد كده، لكن ده عجبني بطريقه وهم. تعالوا بينا بقى نحضر الخطوه الاخيره. معانا هنا كده دي الكريمه، كريمه مخفوقه او تقدري تستخدمي كريم شانتيه المتوفر والمتاح عندك برضو. هتحطي كيس واحد بس. وبصوا انا كنت حاطه هنا اللي هو الفنجان بتاع الشاي ده، حاطه فيه ميه في الفريزر وكانت فيها تلج. يعني انا كنت بوريكم هنا ان فيها ميه بتلج فرقعت في وشي. فاحط كده الميه بتلج كده زي ما انتم شايفين. انا حطيت الفنجان كله على فكره يا جماعه، بس انا ضفت شويه بشويه. وعايزه اقول لكم بقى لا لازم نستخدم بقى الطبق اللي هو فيه غطا كده اللي نضرب بيه بالمضرب، لان بصراحه الرخامه عندك بتبوظ بتبوظ بتبوظ. بص عايزه اقول لكم ان هو بهدل الدنيا. حط ايدي بس تحط ايدك ايه، ايديكي مش نافعه وربنا خالص. يعني كنت عامله كمان على اقل سرعه، لكن الحمد لله عدت. فممكن كمان انت لو مش عندك مضرب تستخدمي الخلاط عادي. هفضيه بقى دلوقتي كده. جبت الايس كريم بتاعنا. بصوا هو برد بس لسه ما تلكش ولا حاجه زي ما انا بوريكم اهو. بس الحمد لله برد. فهبدا ان انا انزل بيه على الكريمه. اوعي تضيفيه وهو سخن لان طبعا هيبوظ لك الكريمه خالص. نزلت كده بيه على الكريمه بتاعتي وسميت الله وبالسرعه الهاديه كده، وبدات ان انا اخلط القوام مع بعضه كده علشان يبقى كريمي كده ويختفي الكاسترد مع الكريمه كده ويبقوا الاتنين كده قوام واحد وشكل واحد. تمام التمام. خلاص كده خلاص كده. عايزه اقول لكم ان الكاستر طبعا عليه فانيليا، فهو معزز بالفانيليا وطعمه حلو قوي واحسن كمان من النشا. على فكره في عمل ايس كريم انا جربت طبعا معاكم الايس كريم بالنشا وجربته بالكاستر، فالكاستر بصراحه حلو قوي 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 وبيديكي نتيجة رائعة. انا حطيت كده كمية هخليها معايا كده بالفانيليا، وزودت كده حطيت عليها شوية من الفانيليا السايلة وقلبتهم كويس كويس عشان اعزز طعم الفانيليا فيه. وده اللي هيبقى معايا بالفانيليا. خلاص كده خلص، ما عادش فيه اي حاجة تانية هعملها فيه. خلاص كده هغطيه برضو كده باسترتش راب او كيسة بلاستيك وهدخله عندي الفريزر علشان بقى يجمد معانا. هنسيبه لمدة 4 ساعات كده ولا 6 ساعات. هنجيب بقى الشوكليت معانا بردت كمان هي كمان اهي. بصوا بقى لونها اصلا تحفه. الكاكاو اللي انا جايباه ده حلو قوي قوي يا جماعه. هضيف كده بسم الله نسمي الله الاول. هنضيف كده الشوكولاته بتاعتنا على بقيه الخليط بتاعنا. وعايزه اقول لكم ان انا كنت خايفه ان انا اكتره علشان ما بكنتش انا من النوع اللي مش بحب الايس كريم الشوكليت قوي، بس بصراحه ده وهم يا جماعه. اثبتت لنفسي ان انا ما كنتش باكل ايس كريم شوكليت بصراحه. طعمه حكايه رهيب. عجبني جدا جدا. خلاص كده داب واختلط مع بعضه وبقى جاهز. هنفضيه برضو كده في بولة وهندخله بقى معانا الفريزر علشان يجمد معانا. عايزه اقول لكم ان الولاد ورا الكاميرا واقفين. بصوا هو هيخلص امتى، هو هيخلص امتى. يعني انا خايفه ان انا ما اكملش الفيديو معاكم بصراحه وما تشوفوش الايس كريم للاخر. ربنا يستر. هنا كنت بدوق الطعم لقيته وهم. بصوا ما تخيلتش. فبصراحه كان باين ان هو يطلع خرافه. فادعوا معايا يكمل على خير وتشوفوه. غطيته بقى كده برضو وعشان ما يكونش قشر على السطح، وهندخله بقى الفريزر ونرجع تاني نشوفه ايه الاخبار. يلا بينا. ورجعنا تاني. يا دي الجمال، ايه الحلاوة دي. بصوا بقى عايزة اقول لكم ان انا اللي انا شفته ده ابهرني بجد. طعم حكاية. المفروض اما تطلعيه من الفريزر كده تسيبيه حوالي 5 دقايق كده علشان يهدى معاكي وتعرفي تطلعيه. في المرحله دي يا جماعه انا كنت عماله اقول لاولادي استنوا شويه اصبروا شويه، وقعدت شويه كده حلوين اتحايل فيهم وادور على معلقه الايس كريم وللاسف ما لقيتهاش. طبعا انا لو ما كنتش اتصرفت وحطيت ليكم كده بالمعلقه العاديه ما كنتوش هتشوفوا بقيه الايس كريم للاخر، او الفيديو ده ما كانش هينزل لكم اصلا. ليه بقى؟ لان الايس كريم هيكون بالهنا والشفا اتنسف. عايزه اقول لكم كل واحد كده من الولاد خلف الكاميرا ماسك البوله بتاعته
والمعلقه بتاعته ومستني الايس كريم. خلصي بقى عشان تحط لنا، خلصي بقى عشان تحط لنا. بصوا، فالحمد لله ان انا بجد صورت الجزء ده علشان اعرف ان انا انزله. بصوا انا هنا بوريكم ازاي هو في مطه، وازاي هو تحفه جدا ومفيش اي تجريشه خالص خالص خالص. يعني بجد يا جماعه لازم تجربوه، وطعمه بجد حكايه. خطير خطير خطير، واوفر بكتير جدا من الايس كريم الجاهز. انا بقى هنا عملت بوله كده، هدلعها بقى شويه، احط لها شويه من صوص الشوكليت، واحط لها كمان شويه كده من الشوكليت شيبس. طبعا زي ما انت عايزه. على الولاد طبعا انا حطيت لهم كمان فارماسيلا، وحطيت لهم صوص شوكليت، وحطيت لهم شوكليت شيبس، حطيت لهم كل الحاجات دي. وحطيت لهم كمان صوص كراميل. دلعوا نفسهم هم. بس طعمه حكايه، عايزه اقول لكم فظيع. انا هنا كنت كده بعمل الطبق، وعايزه اقول لكم بقى بصوا كان كل واحد مبوز كده وزعلانين. وحتى سبت بقى البوله، هتلاحظوا ان هي بصوا هتسيح شويه، لان انا سبتها شويه عبال ما عملت لكل واحد بوله علشان يسكتوا. ورجعت بقى معاكم اكمل لكم التصوير. بصوا قوامه تحفه، في مطه للايس كريم تحفه تحفه تحفه. طعمه حكايه. انا سبت الكاميرا مفتوحه يا جماعه، وقعدت اكل في بوله الايس كريم. ايه الجمال ده! حط لايك بقى كده، يعني انا عامله لك حاجه حلوه وبطري على قلبك كده في الحر ده. فاستاهل ان انت تحطي لايك، واستاهل ان انت تشجعي كده القناه دي، لان بجد يا جماعه القناه واقعه جدا ومفيش فيها مشاهدات، لان الفيديوهات ما بتوصلش لناس كتير. اللايك مش هيخسركم اي حاجه خالص خالص، بس هيدعم القناه وهيرفعها وهيخليها توصل لعدد كبير من الناس. مش هيرفعها ان هو يعني هيديني فلوس ولا حاجه، لا، هيخلي الفيديو يوصل لعدد اكبر من الناس، وعدد اكبر من الناس يشوفوه. فيديو اقتصادي، طريقة تحفة جدا جدا، فيها تريكات حلوة قوي قوي. اتمنى ان انت تجربيها بقى كده، وتقولي لي رأيك فيها ايه. شايفة الجمال؟ بصوا انا نسيت نفسي ونسيت الكاميرا مفتوحة وعمالة اكل، وبوريك قد ايه هو مفيش تجريشة ولا في اي حاجة خالص، وطعمه حكاية. بجد كده يعني يعني حاسه ان هو يستاهل لايك، صح؟ حط لايك بقى كده. وهنا بوريكي كده في الاخر. بصوا بقى شوفوا، الكويس ان انا صورت لكم الفيديو ولا لا. الايس كريم كان خلاص خلص، والعلبة خلاص يا جماعة كان خلاص كده بتودع. لازم تجربوها. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم.